الشاي والقهوة في رمضان حيرة كل عام قبل الصيام. الموضوع فعلا بيكون صعب. انا عارف ان الناس طبعا كتير بتحب تشرب شاي وقهوة كتير ونسكافيه، وبيكون اول يوم واول 3 ايام في رمضان حرفيا بيبقى زي المدمن، عنده اعراض انسحاب لان هو مش عارف يعمل حاجة، عنده صداع، عنده عصبية، توتر، عدم تركيز. لان بيجي ناس كتير جدا في العيادة عايزين يشربوا الشاي او النسكافيه اول ما الاذان بيأذن. وطبعا دي من العادات الغذائية الخاطئة. اول ما المغرب بيأذن يقول لك انا عايز اكسر صيام يا دكتور بحاجة سريعة واجري على كوباية شاي وقهوة. طبعا الكلام ده حقيقي، والناس دي فعلا بتعاني من اعراض انسحاب الكافيين من جسمهم. طب والحل ايه يا دكتور؟ نبدا من دلوقتي على طول. الخطه اللي هقول لكم عليها دي، لو انت بتشرب 3 فناجين مثلا قهوه و2 او 3 شاي، نبدا نقلل الكميات. يعني ناخد ايه؟ 3 ارباع كوبايه الشاي، بدل ما تبقى الكوبايه مليانه للاخر ناخد 3 ارباع كوبايه. وفنجان القهوه كمان نقلله في الكميه شويه، وبعدها بيومين نبدا نقلل كمان عدد الكوبايات، بدل ما كنت باخد 3 قهوه مثلا هخليهم 2، وهكذا لحد ما نوصل قبل رمضان لواحده قهوه مثلا، واحده شاي. ويا ريت نخلي موعدهم طبعا واحنا بنعود نفسنا يبقى في نهايه اليوم زي ما بنصوم في رمضان، بحيث في الصيام بقى نكون اتعودنا على كده. ناخد واحده قهوه بعد الفطار مثلا بساعه، وممكن ناخد واحده شاي مثلا بعد صلاه التراويح بساعه، ويبقى انت كده خدت اللي انت عايزه من الكافيين بدون اي مشاكل وبدون اعراض الانسحاب اللي ممكن تلاقيها في بدايه صيام. مين بقى يبدا معانا الخطه؟ ويا ريت لو عجبك الفيديو تشيره عشان غيرك يستفيد.